قوم وقف على حيلك ولك. شايف يا سيد سامي؟ اي حدا بيقدر يطلع المسدس هيك وخرطشه هيك وتطلع الطلقة وتقتل اللي قبالي. شو بدك؟ بدك تروح معي على الشرطة فورا وتعترف انه انت يا مجرم اللي قوست ابو مطاوع. شو هاد؟ ومين هاد ابو مطاوع؟ انا بعمري ما سمعت عنه شيء. ابو مطاوع الانسان الفقير سايس الخيل اللي قوسوا رجالك وهم عم يدوروا على الخيل يا مجرم. انت هيك عم تجي على حالك يا خالد. ممكن تموت فورا اذا بتأتي باي حركه. هات المسدس، هات المسدس. انت هلا ما رح تقول لي وين الخيول، واكيد بدك تمثل دور بطل، بس رح ورجيك انه هالشغلات بتصير بالسينما ما رح تصير مع سامي باشا الرافع. خدوه على المستودع لبين ما اجي. وكمشنا صاحبه الثاني اللي كان معه بالسياره يا باشا. خدوها الاثنين ولعبوهم شوي وخليني اشوف وجوه غير هالوجوه هي. اوكي يا باشا. خلص انا بدي ابكي بنوم، ما بقى في شيء بنبكي عليه بنوم. هي الدنيا كلها بطاطا. كمل يا عمران كمل، ما معي غير 5 دقايق. مو تاريخ عمل هي الشغله كلياتها لحتى يتجوز اخت مرت اخوه. لك عشقها حبها، لك الدنيا ما عاد وسعته. عمران بعدين بنكمل خاطرك. لك شو عم يصير؟ لك لا اصيل عاد سائل عني ولا هذا سائل عني ولا هذا. لك شو عم يصير؟ شو هالدنيا هي؟ لك وينكم يا عالم؟ أنا ضاعت يا بابا، بنتك ضاعت ورحت سوح. بنتك عم تتمنى الموت بعدك، لا زوج ولا سند لا قلب حنون. أنا ما عم بعرف شو بدي أعمل، لا بعرف شو بده يصير فيني. مدام عبير، وحدي الله يا خانم، الله كبير ولسه في بالدنيا خير. طمني لا تخافي، ما راح يصير عليك شيء طالما في نفس بصدورنا. أنت مين؟ أنا سليم اللي شغلني خالد بالمزرعة. طيب روح شوف شغلك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا خانم. شوف يا خالد، إذا اعترفت وين مكان الخيل انحلت مشاكلنا كلياتنا. أنا وأنت وصاحبك هاد وبيت الدباس والناس اللي بدها الخيل، والأوراق كلها بين إيدي. طالما أنت بين إيدي والخيل رح أعرف وين مخباية مهما طال الزمن ورح أخذها. وبالنسبة لك ما في غير تعترف وين مكان الخيل ولا رح أقتلك أنت وصاحبك هاد. اعترف وين مكان الخيل.
شو يا جمرة؟ لا انا بعرف وين الخيول يا ابيك. وين؟ ببستان وانا راح ادلكن عليه. لا يا احمد خلاص. ارواحنا اهم من الخيول يا معلم، اهم. بعدين سامي بيك راح ينفذ كلامه اذا انا ما دليته بين الخيول. انا روحي فداك، سامحني يا معلم، بس بشرط يا بيك انه ما يصيب المعلم اي اذى. لا تخاف، لأن العقد راح يوقعوا عندي، عقد البيع راح يوقعوا عندي بالمكتب وراح ياخذ حقه. فكوا لأحمد. وانت يا باشا؟ أنا راح ضل مع السيد خالد وعارفه كيف يتطاول على أسياده وكيف يلعب مع الأكبر منه. بس انت يا باشا. روح لشغلك يا جمرة. حاضر يا باشا. ايديك فوق. هدوء. انت صغير، انت صغير ولاك واصغر من الحشرة، والحشرة لازم تنداس وانت لازم تموت، لازم تموت. يا حقير يا واد، عمرك قم. بس ولا حركة، بس ولا حركة. قرب الأرض. دخيلك، قرب الأرض. دخيلك يا خالد، دخيلك. أرجوك يا سيد خالد، أنا مستعد أعطيك ثروتي كلها، أرجوك. اسمع ولد، ثروتك كلها النكسة ما بتعادل دم ابو مطاوع السايس اللي ذبحوه جرمك. طيب أنا مستعد أعمل اللي بدك إياه، بس اتركني أرجوك. بدك تعترف عند الشرطة انه رجالك هم اللي قوسوه. أعترف؟ إيه بعترف. أنا اللي قلت له للجمرة، قلت له روح وشوف لي فين الخيول، وإذا ما اعترف قلت له أنا اللي قلت له إيه. بدك تعترف بعد انه رجالك هم اللي سرقوا الخيول. إيه بعترف، رجالي هم اللي سرقوا الخيول، بعترف. أصبح أنت اللي قتلت سايس أبو مطاوع، مو هيك؟ برافو عليك يا خالد، الله يعطيك العافية. فكوا يا ابني، فكوا وخذوا.